اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء، ودي قناتي كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتايه وهنعمل دست الجاتوه. وهقول لكم على شويه حاجات كده لو انت لسه بادئه مشروع بتقعي فيها. الحاجات دي لو استمريت عليها يعني مشروعك كده هتخليه يفشل من اول لحظه. تجنبي الحاجات دي وان شاء الله ربنا هيصلح لك الحال وهتلاقي نفسك مشروعك كبر بسرعه. بس مش على الخطوات، واحده واحده. هنسمي الله كده بس الاول واقول لكم احنا عملنا ايه. انا حطيت 3 بيضات، حطيت عليهم 200 جرام دقيق، وحطيت عليهم معلقه محسن، وحطيت معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه فانيليا. طبعا 3 بيضات حجم البيض كبير، ونص كوبايه ميه، نص كوبايه سكر، وضربتهم على اعلى سرعه. وده صاج 32 في 42، يعني مش 30 في 40 بالظبط، ده اكبر شويه. عملت صاج فانيليا وصاج شوكولاته. عملت اول حاجه السيريس رول، لان انا اصلا كنت في اليوم ده بعمل جاتوه العروسه. يعني انا كنت بعمل جاتوه العروسه، وده صاحب ابني وطلب مني تورتايه وكده، فاضطريت اعملها له من ضمن الشغل يعني. فانا كنت بقفل كده الجاتوه، ولقيته بيطلب مني دست جاتوه، فقلت له هعمل لك الفانيليا. كان طالب نصها فانيليا ونصها شوكولاته. هعمل لك الفانيليا سيريس رول، وبقيه الجاتوه هيبقى مربع، لان انا خلاص كنت اشتغلت في الجاتوه يعني. الصاج التاني ده اللي انا عملته هعمل منه تورتايه. هاخد نص الصاج هعمل منه تورتايه مقاس 22. بصوا انا ظبطت الكادر كده اهو، خدت كده يعتبر طبقه ونص. والباقي ده المفروض فيه تورتايه كده هعملها لكم برضو مع الجاتوه. هيبقى بكره ان شاء الله الفيديو اللي جاي. بس عايزاكم بس تركزوا معايا كده في الايه، في الحاجات اللي هقول لكم عليها. انا كده عملت ده كده يعتبر صاج اهو. بصي اخدت نفس المقاس، وهعمل من التورتايه هعمل لها نص فانيليا ونص شوكولاته، وبقيه الصاج هعمله جاتوه مستطيل. تمام اهو. الصاج ده انا هخليه يبقى كده. دي التورتايه اهي اللي هي مقاس 22، نص فانيليا ونص شوكولاته. انا هقفلها زي ما انتم شايفين اهو. باخد كده نص طبقه من الفانيليا ونص طبقه من الشوكولاته، بظبطها على الكادر بالظبط، علشان البورد اللي عندي اكبر من 22 شويه. انا بظبط كده على الايه، على الكادر بتاعي، بظبط المقاس على الكادر. لو انت لسه بادئه مشروع، اول حاجه موضوع الصور. طبعا ناس كتير قوي بتاخد صور من جروبات، وبتاخد صور من هنا، وبتاخد صور من هنا، علشان بيبقى هي لسه بادئه مشروع، هو مش عارفه، ما عندهاش كميه صور كتيره تعرض بيها. انا عن نفسي اول ما بدات كان في ناس كتير بتطلب مني صور، وبتطلب مني صور. وانا انا عن يعني حتى لو رجعتوا الفيديوهات القديمه او الناس اللي معايا من زمان، اي حد كان بيطلب مني صور ما كنتش بتاخر عليه. بس هي الفكره في ايه؟ انت هتاخدي صوره، والصوره ما عندكيش القمع مثلا بتاع روزيتا دي، او انت مش عارفه الروزيتا دي بتتعمل ازاي، فحد هيطلب منك ان انت تنفذي له التورتايه اللي انت اصلا منزله صورها. يعني انت اوريدي كده منزله صورها، يعني معنى كده ان ده شغلك. انا كده قفلت التورتايه 3 طبقات ودخلتها التلاجة، وجبت السيرسرول اللي هو النص، اللي هو ده المفروض النص صاج، هنقول 20 سنتي. هقسمه نصين، كل يعني 10 و10. بصوا انا بس شلت ظبطت الدنيا كده، 10 سنتي و10 سنتي، علشان هعمل 6 قطع من الجاتو اللي هو المستطيل. هجيب صاج كده وهبتدي انقل عليه بقى الايه، الحاجه بتاعتي، وضربت كريمه وهبتدي اشتغل. هحط كريمه كده على الطبقه دي، ومعلش اتمسحت مني، وهبتدي احط برضو كريمه على الطبقه التانية. وجبت التورتايه هبتدي اجلسها. فانتي يعني ابسط حاجه هتتقلك لو انتي ما نفذتيش الصوره بنفس الشكل، وكده كده اصلا مش هتطلع. حتى لو احنا اللي عاملين الشغل وبنيجي نعيده، ما بيرجعش نفس الشكل بالظبط، بس على الاقل هتبقى اقرب حاجه ليها. لو لقيتك هي بقى التورتايه مختلفه، طبعا كده اول حاجه بتفقدي مصداقيه بينك وبين العميل. يعني حاولي على قد ما تقدري، ما بقولكيش ان انت ما تاخديش صور، طب ما انت ما عندكيش. هنحل الموضوع ده ازاي؟ خدي الصور اللي تقدري تنفذيها. يعني ابسط حاجات ما تكونش فيها شغل كتير، حاجات مش مبالغ فيها. دي اول نقطه واول تركه للمصداقيه. يعني دايما المصداقيه بينك وبين اللي انت يعني بتعملوا له التورت، دي نمره واحد. يعني لو انت حد جاب لك تورته وقال لك نفذي لي التورتيه دي، وانت فعلا ما تعرفيش تعمليها، قول لهم لا والله انا ممكن اعمل لك اقرب حاجه للي انت بعتها دي. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه الاسعار. انا دلوقتي مثلا التورتايه دي هطلعها ب 200 جنيه. تمام. انا بالنسبه لي شغاله شغل مثلا، وهطلعها من ضمن شغل اللي انا بشتغله.
تسويه واحده وكريمه واحده وكل حاجه واحده وجناش واحد وكل حاجه واحده. يعني قصدي ان من الشغل اللي انا هشتغله، انا دلوقتي ضاربه كريمه مثلا، فهيفيد مني، فانا قفلت بقى تورتايه فطلعتها باي سعر، غير ان انت هتعملي حاجه دي مخصوص. تمام. هتسويها مخصوص لكن انا كده سويت وعملت كل حاجه وفاض مني سبونج، فعملت عليها عرض مثلا. ما تقارنيش اسعارك باسعار حد تاني. تمام. انت بتشتغلي بخامات، ممكن غيرك بيشتغل بخامات تانية. انت مكلفه الحاجه بطريقه، ممكن تكون اللي قدامك مش مكلفاها بنفس الطريقه. فدايما احسبي حسبتك، انا حطيت كلمه قد ايه حطيت. طبعا الموضوع ده هيبقى مرهق في البدايه عشان انت لسه ما تعرفيش الاسعار، ولا تعرفي الاسعار ازاي، بس مع الوقت والاستمراريه هتاخدي على كده، وهتبقي فاهمه كل تورتايه وكل مقاس بيبقى ممكن تعملي ايه. كمان ما تحدديش اسعار ثابته، يعني مش كل التورت نفس السعر. يعني في ناس بتبقى التورتايه مثلا مقاس 20، بس الفينش بتاعها عالي شويه، الجناش بتاعها اتقل شويه، الحشوات مختلفه، الفاكهه ازيد. فكل الحاجات دي بتختلف، مش معنى ان هي مقاس 20 يبقى لازم كل التورت مقاس 20 تطلع بنفس السعر. فدايما ما تحدديش سعر ثابت للشغل بتاعك. اعملي قائمة اسعار، ولما يجي حد يسألك على حاجة وتيجي تقولي له ده هي دي فعلا اللي عندنا، بس مثلا هتزودي في السعر شوية، هيجي يقولك طب ما انت حاطة سعر كذا. انا حاطة سعر كذا للفينش الخفيف، الارتفاع اللي هو العادي. يعني مثلا لو انت بتشتغلي بصاج، ارتفاع التورت مش هتبقى زي الصواني بتبقى اللي انت بتعملي على المنشار، فالمنشار بيبقى اعلى شوية. يبقى كده احنا اتكلمنا في الصور، واتكلمنا في الاسعار. المقاسات بقى، المقاسات ودي اهم حاجه. ممكن تيجي تقولي الواحده ان التورتايه دي بتكفي 10 افراد، فتيجي تقطعها تلاقيها كفه 8 كفه 7. هتعرفي منين؟ لازم تعرفي كل تورتايه بتقطع قد ايه. هنقول التورت المربعه، وطبعا انا عملت لكم فيديو يشرح الكلام ده. التورت المربعه بتبقى بتقيسي الطول في العرض. يعني مثلا تورتايه نص صاج 30 في 40، هتقطع بتطلع 24 قطعه. بقطعة السليسرول، بقطعة الجاتو. شوف الجاتو احنا بنقطعه مثلا 5 في 10، فهتحسبي الطول في العرض قد ايه، هيطلع لك بالظبط ان المقاس بالظبط قد قطعة الجاتو، كأنك بتقطعي جاتو. يعني انت لو هتعملي صاج 30 في 40 طبقتين الجاتو هتقطعيه، هيطلع لك معاكي 24 قطعة. لو هتعملي 30 في 30 هيطلع لك 18 قطعة. يعني اعرفي دايما القطع بتبقى قد ايه. ده بالنسبه للطرق المربعه. فانت لما بتيجي تقولي المقاس هتقولي لها قد قطعه الجاتو. طب المدور بالمثلث، يعني تقسيم القطع نصين بال قطعة الجاتوه تطلع مثلثة. يعني هتقسمي التورته نصين، وبعد كده ترجعي تقسميها تاني نصين، وبعد كده ربعين كده. ده طبعا هتحدديه بالبورد، يعني هتجيبي بورد مدوره وتبتدي تعملي بالقلم، بالمسطره كده وبالقلم، وتعدي بقى الخانات هتطلع معاكي قد ايه. على فكره انا كنت عامله فيديو بالمقاسات وبكل بالمقاسات وبالاسعار بالتفصيل. لو انت مشيتي على التركات دي على تورتك انت، مش تورت حد تاني. ممكن واحده تعمل لك تورته مثلا مقاس 20، تقطعها مقاس 20 وتقفلها فتبقى 22، فهي بتتكلم على مقاس 20 حاجه. لكن انت بتقطعي مثلا على مقاس 18 وتقفليها تبقى 20 بالظبط. في ناس كتير بتعمل كده، وانا كنت بعمل كده في البدايه. فلازم تبقي فاهمه انت بتعملي ايه، علشان لما حد يجي يسالك ويلاقيكي فاهمه، يعني يلاقيكي انت زي ما انا قطعت معاكم كده الجاتوه كل 5 سنتي. يعني قطعت بين كل مسافة ومسافة 5 سنتي، والطول بيبقى 10 سنتي، فدي كده قطعة جاتوه. فالنص هيطلع لي 6 قطع. تمام. نص صاج. يعني الصاج الكامل لو انا هقسمه نصين، لو الصاج هقسمه نصين وهعمله طبقتين هيطلع معايا دستة. لكن لو الصاج هعمله كامل وهرجع اعمله تاني واحطهم فوق بعض هيطلع معايا 24. يعني الصاج كامل طبقة واحدة هحط عليها طبقة تاني، ده كده يطلع لي 24 على نفس المقاس بتاع 30 في 40. فلما يلاقيكي، لما في ناس ما تبقاش عارفه المقاسات، ما تعرفش التورته تكفي قد ايه، مش عارفه المقاس ده، انت عايزه تورته مقاس كام، فتقول لك انا مش عارفه والله. طب انت عندك عدد قد ايه؟ فلازم هي تحس ان انت فاهمه. لو انت مش فاهمه قدامها وتوهتيها، برضو دي من الحاجات اللي هتفقد المصداقيه. طب الحاجات دي نكتسب خبراتها ازاي؟ اتفرجي على فيديوهات كتير، اسمعي نصايح كتير، ابتدي سجلي في ورقة كده الحاجات التركات اللي ممكن تقع منك وبتعطلي عليها.
كل الحاجات دي مع الوقت طبعا ومع الاستمراريه هتلاقي نفسك بقيتي اكتسبتي مهارات كتيره. الفينش والشغل اللي تشتغليه بايديك، الحاجه اللي انت اول مره تعمليها، بعد كده مع الوقت هتلاقي نفسك ان شاء الله استاذه فيها. كلنا كنا بنتعلم، كلنا كنا بنغلط، وحاجات كانت بتبوظ مننا ما كناش بنبقى عارفين المقاسات. فاجتهدي على قد ما تقدري وربنا ييسر لكم الامور. دي كانت التورتيه بتاعتي مقاس 22 طلعت على 250، ودستة الجاتوه على 200. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ومتنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله دايما بتفرح.